بسم الله وعلى بركة الله. نبداو نهار اليوم. البنات راح نديرو مع بعضنا فكرة غداء ولا عشاء تكون سهلة وبسيطة و ميم طون بنينة يا البنات. راح نديرو المرقز الكذاب. هنايا عندي كمية من سكالوب، عندي حوالي نص صدر تاع دجاج، وعندي كمية من الشحمة. من الأحسن تكون شحمة تاع الكلاوي. تقدروا تستغناو عليها، لكن هذه اللي راح تعطيها بنة تاع المرقاز. هنايا عندي قليل من الملح، فلفل الكحل، كمون، راس الحانوت، وشوية صبر وثوم بودرة وفلفل عكري حلو، والحار اللي عنده الحلو انا ما عنديش. رحيت هذاك الصدر مع هذيك الشحمه ماهيش كامل، نقصت منها ودرت له لي زيبيس هذوك، وضفت له هنايا حوالي ربع سنات تاع الثوم يكونوا شوي كبار، وعندي كميه تاع معدنوس. هذيك الشحمه هي اللي راح تمد لنا البنه هذيك تاع المرقازيه البنات. راح نخلط المكونات هذو كيما راكم تشوفوا، بعد ما نضيف لهم زوج ملاعق تاع شابلور راح نقول لكم شابلور يا البنات، اللي هو الخبز المرحي. انا نديرو بالكميات هذو ونحطو في الكونجيلاتور بهذه الطريقه هذه. يبقى معايا مده طويله بزاف يا البنات. من الاحسن ديما يكون عندنا في الكونجيلاتور، نحتاجوه ديما في الاطباق تاعنا، خاصه في اطباقنا الرمضانيه. راح نخلط مليح هذوك المكونات بهذه الطريقه هذه. شوفوا هذاك النص درت تاع الدجاج راح يعطيكم كميه لاباس بها من المرقاز الكاذب هذا. البنه نتاعو راح تجي فعلا الذوق تاع مرقازي يا البنات، وراح تكوني خدمتيه بيديك وشتيه تسمى وش فيه المكونات اللي فيه وعلى نظافه. انا ديما نقول لكم نفضل ندير الحوايج هذو نديرهم في الدار قد ما نقدروا. راح نجيب كميه من الماء باليديه ونشكل. اذا كان حبيتوا تخدموه على شكل اصابع كيما المرقاز، ولا حبيتوا ديروه دوائر، المهم الشكل راكم كيما تحبوا نتوما. ومن الافضل هذا هو يعني طريقته، نشكلوه اصابع على شكل مرقاز بهذه الطريقه هذه. البنات نحب نشكركم كامل اللي راكم تساندوا فيا كامل. شكرا شكرا اللي وصلتوني لهذا المرحله هذه. نتمنى برك ديروا لي جام وتخليوا لي تعليقاتكم باش هكا تكبر القناه تاعنا. شوفوا قد ما عطاتني هذيك الكميه، يعني عطاتني كميه كما قلت لكم لاباس بها. راح نجيب مقله نحط فيها كميه من الزيت، كميه تكون قليله بما انه السكالوب تاعنا راهو فيه الشحمه ما نحتاجوش بزاف. راح نديرو هذوك الصبيعات وراح نحاولوا نحمروهم يتحمروا فاسيلمون، وراح يجيو طريين بما انه فيهم شابلور. والشحمه هذيك اللي راح تخليهم تعطيهم واحد الذوق قلت لكم تاع مرقاز. نعطيهم تحميره مليحه يا البنات. ساعات يكونوا عندنا كلش حاضر ونحصلوا نخمو التخمام تاع واش نديروا للغدا واش نديروا للعشاء، هذاك التخمام هذاك يغلب. وهكا نشوفوا افكار اللي تكون بسيطه ويحبوهم الاولاد وتحبهم يعني العائله كامل. اشياء كيما هذو ساعه على ساعه نديروهم. هذا الحوايج هذو الخفاف يحبوهم الاولاد وساعه على ساعه كما قلت لكم نحاولوا نديروهم. شوفوا اللون تاعهم كيفاه جا احمر هايل يا البنات، ويبان شغل صح مرقاز. قلت لكم في الذوق في الشكل في كلش. وخدمناه كما قلت لكم بمكونات اللي على بالنا بيهم وحوايج نظاف. على بالي الاجواء هذو البارده مليح حوايج كيما نقولوا حنايا الدافين اللي يكونوا كيما العدس، كيما العيش، كيما الشخشوخه، كيما المهم الاكلات التقليديه تاعنا هذوك. لكن ساعه على ساعه هكا في فكره عشاء ولا فكره غدا تكون خفيفه ملاح الحوايج هذو نبدلوا شويه. هنايا بعد ما حمرتهم مليح كيما راكم تشوفوا نحيهم من هذيك المقله بهذه الطريقه هذه. نحاول نقطرهم مليح من هذيك الزيت.
ونروحوا مع بعضنا نديروا الصلصه في ديك المقله. راح نقص شويه ديك الزيت وراح نضيف لها هنايا حبه تاع بصله تكون مرحيه، حبه تكون متوسطه. نحمروها شويه، نحاولوا نعطيوها تحميره شويه. نضيف لها كميه تاع الثوم، حوالي سنه هنايا تاع الثوم، ما تكثروش بزاف لانه السكالوب تاعنا رانا درنا فيه الثوم. نعطيهم تحميره هكا شويه خفيفه. وعندي كميه تاع طماطم مصبره حوالي مغرف، ما تكونش معمره بزاف، مغرف تاع طماطم مصبره. نحاول نحركهم مع بعضهم هكا باش نحى لاسيديتي هذيك تاع الطماطم بالطريقه هذه. نحاول نعطيهم وقت، ديما نقول لكم البنات الطياب لازم تعطيو له وقت وتحركوا في عقلكم، يعني طيبوا في عقلكم. هنا عندي 3 حبات ولا 4 تاع طماطم اللي كنت رحيتهم، قشرتهم ورحيتهم، ضفتهم لهذاك الخليط ونخليها هنايا تتقلى شويه. يعني راح نخدموا مع بعضنا صلصه تاع مرقاز بهذه الطريقه هذه. بعد ما تقلات شويه راح نضيف لهم هنايا كاس تاع ماء. راح تشوفوا معايا بعد ما ضفت الملح، ما تكثروش، حاولوا توافقوا بين الملح اللي درتوه في السكالوب واللي راح ديروه في لاصوص. هنا ضفت كميه تاع فلفل الكحل. انا ما حبيتش نضيف التوابل بزاف البنات لانه المرقز اللي درناه راهو فيه التوابل. انا بدلت هنايا المقله البنات، جاتني الاخرى شوي صغيره. هنايا درتها في مقله تكون شويه غامقه هكا. نغطي عليها ونخليها تكتك شويه. هنا كيما قلت لكم ضفت كاس تاع ماء، نغطي عليها ونخليها حتى تنشف شويه. وراح نجي نضيف هذاك المرقز اللي كنا خدمناه مع بعضنا. هنا حاولوا كيفاش تستفوه، يعني كيفاش تعدلوه. ديما نقول لكم الاطباق تاعنا لازم نحاولوا يعني نزوقوهم، نعطوهم منظر شباب باش هكا كيما نقولوا حنا العين تاكل قبل الكرش. حاجه كي تشوفيها باهيه وتشوفيها معدوله انتي بعد تحبي تاكليها. نحاولوا نزينوا الاطباق تاعنا قد ما نقدروا ونحطوا يعني كيما نديروا لضيافنا، وكيما نزينوا الاطباق تاعنا لضيافنا، نزينوهم لرواحنا لعائلتنا. هنايا كانت عندي حبات تاع بطاطا كنت قليتهم، زينت معاهم يعني زدتهم مع المرقاز هذاك بهذه الطريقه. شوفوا يا البنات يبان شغل مرقاز صح صح. هنايا اللي حبت تضيف البيض تضيف، انا ضفت بيضه فقط يعني في الوسط للتزيين. صدقوني يا البنات هذا الطبق بنين بنين، وهذاك المرقاز كما قلت لكم يبان مرقاز تاع صح صح. والحاجه اللي تعجبني انا انه مخدوم في الدار على يدك وعلى نظافه، راني نهدرها ونعاودها خاصه الامور هذو. هنا راح ندير له رشه تاع معدنوس، والطبق تاعنا راهو واجد. شوفوا قد ما ساهل، راكم تشوفوا قد ما ساهل وبنين يا البنات. هكا اللي حبت ديروا في الخبز كاسكروت، اللي حبت تقدموا بالطريقه هذه كل وحده كيفاش. طبق يعني ساهل وبنين وما يديش الوقت معنا بزاف كيما راكم تشاهدون. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم، ونتمنى تخليوا لي تعليقاتكم يا البنات، وتشاركوا وتبارطاجيو الفيديو لحباباتكم وصحاباتكم هكا باش تكبر القناه تاعنا. نشكركم بزاف بزاف اللي راكم تشجعوا فيا، ونتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذا الوصفه، ونتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله.